أسوأ حاجة ممكن تحصل لك لو انت رايح تشتري موبايل جديد، وتشتري الموبايل الجديد وبعد ما تشتري الموبايل ما تلاقيهوش هو الموبايل اللي انت كنت محتاج منه او الخدمات اللي انت محتاجها. فقبل ما تدفع فلوسك لازم تعرف ايه الموبايل المناسب ليك، سواء جيمر او تصوير او من ناحية البطارية. الفيديو ده هيساعدك تختار الموبايل الصحيح لاستخدامك. يلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. وقبل ما نكمل الفيديو مع بعض، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هتعملها عشان تختار الموبايل الصح بالنسبة لاستخدامك انت، هتحدد نوع استخدامك. وعندك انواع الاستخدام: جيمر بتلعب كتير، او استخدام للكاميرا، او استخدام اللي هو الطبيعي اللي هو تصفح واستخدام اتصال وانترنت، اللي هو الشخص اللي بيستخدم الموبايل للحياة اليومية اللي هي فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، اي حاجة كاستخدام يومي. يعني انت لازم تحدد انت اي استخدام منهم، وبناء على الاستخدام ده هتقدر تحدد انت محتاج اي موبايل ومن اي فئة، عشان ما ترميش فلوسك وبعد كده تحس ان انت خسرت فلوسك وما خدتش الحاجة اللي انت مستنيها. اول حاجة من تحديد استخدامك، بناء على تحديد استخدامك ده هنحدد المعالج والرامات اللي حضرتك محتاجهم. لو انت جيمر بقى هتلعب جيمر كتير، او بتلعب جيمز بابجي، فري فاير، اي العاب من دي العاب تقيلة، يبقى هتحتاج معالج قوي ورامات ما تقلش معاك عن 6 رام. وايه السبب ان هي ما تقلش معاك ومعالج عن 6، المعالج يكون قوي والرامات ما تقلش معاك عن 6 رام؟ لان الموبايل نفسه، الالعاب التقيله دي، هديك مثال بسيط: ممكن تلاقي الموبايل بيلعب معاك بابجي على 60 فريم، وموبايل تاني بيلعب على نفس 60 فريم، لكن موبايل مرتاح وهو بيلعب على 60 فريم وما بيعملش لاج، والموبايل التاني بالعكس بيسخن وبيبقى قريب هينفجر منك. وطبعا حضراتكم عارفين ان السخونة دي هي عدو الموبايلات الاول. يبقى لازم تختار معالج صح لو انت جيمر، والرامات وتردد الشاشة ده بيفرق معاك في سلاسة الحركة او الجرافيك بتاع اللعبة نفسه. لكن لو انت شخص بتحب التصوير هتختار معالج كويس، يعني متوسط، مش هقولك اعلى معالج. ومع المعالج ده هتحتاج سوفت وير يكون بيعمل معالجة للصور كويسة. يعني ما تنخدعش بكلمة 108 ميجا بكسل و50 ميجا بكسل. في موبايل ممكن تكون كاميرته 50 ميجا بكسل بيديك صور افضل وتصوير افضل من ال 108 ميجا بكسل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك: بفضل المعالج والسوفت وير اللي بيعالج الصور، اللي بيعمل تحسين على الصور والفيديوهات، بيظبط معاك وبيقدر يقرا انت بتصور في ايه ويعدل لك الصور والفيديوهات. وبكده دي نقطة المعالج والرامات. انما بقى بالنسبة للتالت اللي هو الشخص اللي بيستخدم الموبايل كاستخدام يومي، لا مش هتفرق معاه الحاجة دي. اي معالج واي استخدام يوم، مش معنى كلمة اي معالج يبقى يروح يجيب موبايل مثلا ب2000 او 3000 جنيه ويقول انت قلت المعالج اي معالج هيمشيك. لا، دي حاجة نظرية خطأ طبعا. هنيجي بقى لنقطة البطارية. ونقطة البطارية دي، لو جيمر يفضل ان انت تجيب بطارية كبيرة، لان الجيمر او الالعاب نفسها بتستهلك طاقة كتير، واستهلاك الطاقة كتير معناها ان انت هتشحن الموبايل كتير، وشحن الموبايل كتير هيأديك ان انت هتعد دورات شحن كتير، وبعد دورات الشحن دي الشحن نفسه هيعمل تسخين في المعالج وهيبدأ بيخلي الموبايل معاك مش مظبوط. يبقى انت لازم تختار البطارية. وعلى فكرة، الجيمر هيتكلم معانا في كل النقاط، يعني تقريبا كل النقاط اللي احنا هنحكي فيها. لو انت هتجيب الموبايل عشان الجيمر، ما اقصدش ان انت تلعب بيه بس، انت هتستخدمه استخدام يوم بس، انت هتضغط عليه في الالعاب، هيبقى مشترك معانا في كل الحاجات اللي احنا هنقولها. فعندك البطارية دي، لو انت شخص جيمر لازم تختار بطارية كويسة عشان ما تشحنش كتير. لو بتصور تقريبا البطارية مش هتفرق معاك كتير، يعني ممكن 5000 ملي امبير، بما اننا في 2025 5000 ملي امبير هتأدي معاك الغرض. اما بالنسبة لك بقى انت لو بتستخدم الموبايل استخدام يومي عادي، 5000 ملي امبير دول هيفيضوا منك وهيكفوك يومين، وده صعب في 2025 في الموبايلات الحديثة ان الموبايل يشغلك يومين كاملين. اما بقى بالنسبة لو انت هتستخدم الموبايل للجيمر، طبعا انا قلت هتكون مشترك معانا في كل اللي احنا بنتكلم فيه، فالتحديثات دي شيء مهم وشيء ضروري. وبالنسبة للكاميرا نفس النقطة، كلكم مشتركين في نقطة التحديثات. هتدور على التحديثات واكبر مدة من التحديثات، لان التحديثات دي هتفرق معاك كتير. لو انت شخص جيمر هتفرق معاك في التحديثات ان هي دايما التحديث موجود في الموبايل. ولو انت
بتصور وبتحب التصوير بالكاميرات، التحديثات دي هتفرق معاك في معالجة الصور والكاميرات. ولو انت شخص بتستخدم الموبايل للاستخدام اليومي، اكيد طبعا هتفرق معاك في التطبيقات، والتطبيقات دي بينزل لها تحديثات. لو موبايلك مش محدث اكيد التطبيقات مش هتتحدث معاك. اما بقى بالنسبة للنقطة الاخيرة، التصميم والخامات، دي حاجة ترجع لك انت بالنسبة للتصميم والخامات. وشوية نصايح هقولها لك، لو انت جيمر لازم تدور على موبايل بمعالج قوي ورامات قوية. اما بالنسبة بقى للنقطة التانية اللي هي الكاميرات، اختار سوفت وير. لو انت هتاخد الموبايل للكاميرات، اختار سوفت وير كويس بيعمل معالجة صور كويسة، ما تتخدعش بالارقام. لو انت شخص من اللي هتستخدم الموبايل استخدام عادي، ملوش لازمة تروح تدفع 20-30 الف جنيه علشان خاطر تاخد موبايل وانت هتستخدمه في النهاية استخدام عادي. لا، انا بالنسبة لي انت كده ظلمت نفسك ودفعت مبلغ ملوش اي لازمة. حتى فئة 7000 وال8000، ولو نزلت اكتر من كده ممكن الفئة دي تسد معاك وتسد كويس جدا. في نهاية الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايكك الجميل.